الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فها هي مأساة جديدة ومحنة جديدة تضاف إلى مآسي ومحن المسلمين المتعددة في زمن الظلم والبطش والطغيان. إنها مأساة مسلمي الإيغور في الصين. تلك المأساة المؤلمة التي تتم الآن على مرأى ومسمع من العالم الغربي والعالم الإسلامي. الإسلام في الصين قديم جدا، منذ أكثر من 13 قرنا. فلقد دخل الإسلام إلى بلاد الصين في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويبلغ عدد المسلمين في الصين الآن على أقل تقدير ما يقرب من 100 مليون مسلم. يبلغ عدد سكان إقليم الإيغور فقط ما يبلغ 25 مليون مسلم. هذا الإقليم تبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع. هذه المساحة تشكل خمس مساحة الصين، وهذه المساحة تعادل 3 أضعاف مساحة دولة كبيرة كفرنسا، لتتصوروا حجم الإقليم، وأنه ليس أمرا على هامش حد من حدود بلاد الصين، بل هو إقليم كبير يتمتع بثروات طبيعية ضخمة. حبى الله عز وجل إقليم الإيغور بنعم عديدة وثروات عظيمة. فاحتياطي النفط في إقليم الإيغور يقدر بحوالي 8 مليار طن، يستخرج منه يوميا ما يقرب من 5 مليون طن من النفط. هذا الإقليم ينتج 600 مليون طن من الفحم الحجري، 600 مليون طن من الفحم الحجري. هذا الإقليم به 6 مناجم، 6 مناجم يستخرج منها أجود أنواع اليورانيوم، بالإضافة إلى المعادن الكثيرة، وعلى رأسها الذهب. من أجل هذا حاول الصينيون، حاول هذا الحزب الشيوعي بكل السبل أن يحتل إقليم الإيغور، وبالفعل نجح في احتلال هذا الإقليم عام 1949. 49 يعني ظل إقليم الإيغور وظلت تركستان الشرقية تابعة للدولة الإسلامية طيلة هذه القرون، وما تجرأت الصين على احتلال هذا الإقليم وتسميته تشيانغ يانغ إلا بعدما تمزقت الأمة وضعفت الأمة وابتعدت كثيرا عن أصل عزها وشرفها، ألا وهو الإسلام. وتمزقت الأمة إلى 50 دولة، بل وتمزقت الدولة ذاتها إلى دويلات، وأصبحت الأمة الآن متصارعة متحاربة، وتفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة، بل وتعلوها رايات القوميات ورايات الوطنيات. وابتعدت الأمة كثيرا عما قاله عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير أذلنا الله.
احتلت الصين تركستان الشرقية إقليم الإيغور، وعملت بكل السبل بعدما قتلت مليونا من المسلمين الإيغور، وهدمت أكثر من 25 ألف مسجدا من مساجدهم، وأغلقت المدارس الإسلامية، وحاولت طمس الهوية المسلمة وتغيير ملابسهم، ومحاربة المصاحف والمساجد والصلاة والمدارس الإسلامية، لإعادة التركيبة الديموغرافية للسكان في هذا الإقليم. وهي الآن تقيم ما تسميه هي بمراكز إعادة التأهيل أو إعادة التعليم لمسلمي الإيغور، لإخراجهم وسلخهم من هويتهم المسلمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بالقهر والتعذيب، وإرغامهم على شرب الخمر، وإرغام نسائهم على خلع الحجاب، وإرغامهم على ترك الصلاة وعدم دخول المساجد إلى غير ذلك، على مرأى مسموع من العالم. أين دعاة حقوق الإنسان؟ أين دعاة حقوق الأقليات؟ أين دعاة حرية الأديان؟ أين دعاة المساواة؟ أين هؤلاء؟ أين العالم الغربي؟ بل أين العالم الإسلامي؟ أين العالم الإسلامي مع ما يصنع بالمسلمين في الصين أو في مينمار أو في غزة أو في أي مكان؟ أين المسلمون؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إي والله، إي والله، والله على كل شيء شهيد. وسيحاسب كل إنسان بحسب قدرته وطاقته واستطاعته، إن كان يستطيع أن ينصر إخوانه المستضعفين من المسلمين في أي مكان من العالم ولو بكلمة، ثم تخاذل عن نصرتهم وعاش لشهواته ونزواته ولأهله وأولاده، حتى لم يحترق قلبه على واقعهم. لم يفكر أن يقوم بالليل بين يدي ربه جل جلاله الذي يقول لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لم يفكر أن يقوم بين يديه سبحانه ليرفع إليه دعوة خالصة مضمخة بعبق الإيمان ومضمخة ببكاء الخشية من الرحيم الرحمن. لا تستهن بها، لا تستهن بكلمة تكتبها. اكتب لنصرة هؤلاء المستضعفين، تضرع إلى الله كما قال إمام الأنبياء: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا ولكنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم. صدقت يا سيدي والله، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين من الإيغور وفي مينمار وفي كل مكان على وجه الأرض. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم واستر نساءهم واحفظ شيوخهم وأطفالهم. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظ هوياتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. نشكو إليك ضعف المستضعفين وخيانة الخائنين وكيد الكائدين وفجور المتجبرين وظلم الظالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.